السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي في فيديو جديد من فيديوهاتي، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة يوم جديد ان شاء الله مليان نشاط وحيوية وطاقة ايجابية، والنهاردة هنعمل حاجات حلوة كتير ان شاء الله. هنعمل النهاردة كده يعني حاجة على السريع، اكلة بنحبها كلنا وبيعشقها كل الناس. هنعمل البيض بالصلصة او الشكشوكة بطريقتي. اول حاجة هنا بنجيب طاسة على النار، بنحط فيها معلقتين من الزيت او معلقة سمنة او معلقة زبدة، المتوفر عندك هتشتغلي بيه مفيش اي مشكلة. تمام كده. الطريقة بتاعتنا حلوة وبنحتاجها في الفطار وفي غدا وفي عشاء، ما بتكلفكيش كتير وبطريقة حلوة قوي. هقولك ازاي تعمليها في ثواني من غير ما تاخد منك وقت. اول حاجة هنا لازم لما تيجي تستخدميها تستخدمي صلصة حلوة، تكون يعني طماطم مسبكاها وحطها في التلاجة مثلا، بتبقى طعمها احلى بكتير من اي طعم تاني. انا بحط هنا مقدار من الصلصه بتاعتي دي، طماطم انا مسبكاها ومجهزاها ومخلياها زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وجاهزه معايا للشغل على طول. بحط السمنه بتاعتي او الزيت بتاعي او اي مقدار انت عايزاه من الماده الدهنيه تحطيه مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه التكنيك بتاع الخلطه بتاع الشغل. هنا بحط ملح، ده شيء اساسي طبعا في اي حاجه، الملح لازم تملحي حاجتك كويس وتخليها حلوه. تمام كده. وبعد كده هنزل برشه الكمون بتاعي. الكمون ده شيء اساسي في الشكشوكه او البيض بالصلصه، بيبقى حلو قوي قوي يا بنات، بيبقى بتديله طعم ومنتهى الروعه بصراحه، بيبقى جميل جدا جدا وما بيختلفش عليه اتنين يعني. تمام كده. هشتغل زي ما انتم شايفين كده، هقلبهم، هم ما بياخدوش وقت في انها تستوي بصراحه، لان الطماطم بتاعتي زي ما قلت لكم بتكون مسبكه وجاهزه، فما بتاخدش معايا اي وقت ولا اي مجهود بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام كده. طيب الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه هتشوفوها معانا، بس يلا اضغطي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مني ومن قناتي باذن الله. تمام كده. يا رب الفيديوهات تكون عجبتكم، اكتبوا لي في الكومنتات لو في اي تعليق سلبي، انا بسمعه برضو، ما بسيبش اي تعليقات ما بسمعهاش. هسيب الطماطم بتاعتي تستوي حلوه قوي. بعد ما حسيتها ان هي استوت جبت بيضتين، طبعا مقدار البيض على حسب الرغبه وحسب افراد الاسره بتاعتك، اللي انت شايفاه اعمليه. بضرب البيضتين كده بالشكل ده وهدلقهم على الصلصه بتاعتي بعد ما وصلت للشكل اللي انتوا شايفينه ده وللقوام اللي انتوا شايفينه ده، وهي اتسبكت تحس ان مفيش ميه في الطماطم ولا اي حاجه. بنزل بالبيض بتاعي، حطيت حبه زيت كمان، وبعد كده بنزل بالبيض بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش قادره اقول لكم الاكله دي جميله ازاي، حلوه قوي قوي قوي، وفي الغدا كمان بتبقى وجبه مشبعه بصراحه، في فطار غدا بتبقى حلوه قوي قوي بصراحه. تمام. انا نزلت بالبيض اهو، بسيبه بتاع دقيقتين كده على النار. شوفوا ابتدى يتقل اهو ويطلع ويستوي من جوه ويختلط بالصلصه بتاعتي لحد ما يبقى شكله جميل قوي زي ما انتوا هتشوفوه كده. الوجبه بتاعتنا حلوه قوي على فكره يا بنات وهتعجبكم جدا. بحاول اوسع كده شويه عشان ادخل البيض واخليه يكمل السوا بتاعه، او الحتت اللي ما استوتش تستوي كويس. تمام كده اهو، بقلبه زي ما انتوا شايفين كده. ادي البيض بتاعي شكله شهي، شكله تحفه، وريحته مش قادره اوصف لكم ريحته وجمال ريحته بصراحه، جميل جدا جدا وحلو قوي قوي. للفطار وفي الغدا وفي العشاء في اي وجبه انت بتحبيها. هرش رشه كمون كده على الوش للزوم الديكور بتاعي. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.